جماعة النهاردة رحت استاد النادي المصري عشان اشوف التطور اللي حصل فيه. تعالوا نشوف كده الفيديو مع بعض. بتمنى من شركة وادي النيل المسؤولة عن بناء استاد النادي المصري إن هي تنفذ كلامها اللي قالوه أثناء حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن استاد بورسعيد أو استاد النادي المصري يكون جاهز لاستقبال أول مباراة في شهر 7 اللي جاي.